ثاني. اكو فنانين من جيلك ايضا وصلوا عربيا ووقعوا ويا شركات عربيه، روتانا وغيرها، يعني نحكي مثلا القيصر كاظم الساهر من جيلكم تقريبا. لا قبلنا كاظم. هو من فنانين الثمانينات. اي بس هو قبلنا، هو نعم هو ب 89 نعم، بس هو قبلها كان معروف مثلا محليا. اي محليا ضمن فرقه التوجيه السياسي، ورجال له اغاني قديمه، شنو اللي شجره سواه الزيتون وغيرها اللي وغيرها. سواه كاظم ما عرف كل جيلك يسوي؟ كاظم عشق فنه، تزوج فنه بصراحه، أعطى وقت الفن اكثر من اي شيء ثاني بالدنيا. وابو وسام رفعت راس. اجتهد طبعا، اجتهاد ومو اجتهاد عادي. يعني ما كان عنده وقت يضيعه مع فلان وعلتان. كان حتى كان يمي بالمنصور ميليغ هو عزيز الرسام، يعني ثالث غرفه يظلون سهرانين الساعه 3 4 يدندن كذا كذا. اي عشق فنه بصراحه. عشق. طيب خلينا ناخذ فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. فاصل وراجع لكم.